قالت لي زي ابو راضي، المشنة مليانة والسر هادي. المثل ده بيتقال على الناس اللي عندها رضا، فيقول لك ايه؟ زي ابو راضي، الشخص اللي بيرضى. المشنة مليانة، المشنة دي دايما دلالة يعني على الرزق او الخير، المشنة اللي بيتحط فيها العيش، اللي بيتحط فيها الاكل عند الفلاحين، فيقول لك المشنة مليانة والسر هادي. يعني ما دام انا الاقي قوت يومي فانا خلاص، انا كده راضي ومرتاح البال وسري هادي، ولا بقى بعمل مشاكل ولا بقعد اجري ورا خناقات ولا بعمل الحاجات دي كلها. الناس اللي بتبقى راضيه باللي ربنا كاتبه لها، الناس اللي راضيه برزقها، وده مش معناه برضو ان هما ما يبقاش عندهم طموح، لكن هو بيتكلم عن فكره الرضا، بيتكلم عن الناس اللي يبقى يا دوبك المشنه دي على فكره بتاخد عيش يعني مش كتير قوي. يعني هو عايز يقولك انه حتى لو الامكانيات على القد بس مكفيانا فاحنا راضيين. فدايما يقولوا المثل بتاع زي ابو راضي، المشنة مليانة والسر هادي.